السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو ما حاربتش عشان اللي انت عايزه ما تزعلش لما تخسر. كم مرة فكرت ان انت تبعد وتستسلم للظروف تبعدك عن حاجة انت ابتديتها، وكم مرة اعتذرت عن ان انت ما حاربتش عشان حاجة انت عايزها. احنا دايما بننسى ان اي حاجة حتى لو صغيرة محتاجة مجهود، والحاجة الصغيرة دي احنا بنتعامل معاها على انها مضمونة وعلى انها خلاص حاجة مسلم انها موجودة وما تستحقش ان احنا نتعب عشانها. بس الحاجات الصغيرة دي احنا بننسى ان هي ممكن تأثر على الحاجات الكبيرة. احنا دايما بننسى ان احنا لازم نحارب عشان احلامنا واهدافنا والناس اللي بنحبهم، وبننشغل يا اما بحاجة هايفة يا اما بخوفنا ان احنا مجهودنا يروح على الفاضي. الكلام ده بيحصل لما بنكتئب، احنا بنخسر الفرصة ان احنا نحارب عشان اللي احنا عايزينه، وبنرجع نزعل لما ما نوصلش ليه. طيب كم مرة انت فكرت بالاسلوب ده؟ كم مرة انت عملت كده؟ كم مرة انت ضيعت فرصتك وضيعت حقك في ان انت تحارب عشان حاجة انت عايزها؟ لو انت مش ملتزم ناحية الحاجة اللي انت بتحبها وعايز تحققها او ناحية الشخص اللي انت بتحبه واشتغلت على نفسك عشان الكلام ده، ما تزعلش لما تخسر الكلام ده. الحياة عبارة عن حرب، وان انت تدي وان انت تاخد. الحرب دي انت بتعملها عشان تعيش يومك وتاخد وتبقى يومك زي ما انت عايز. الحرب دي عشان تحقق احلامك وتبقى مبسوط. ما تتوقعش ان الحياة هتديك حاجة حتى لو كانت صغيرة من غير ما تتعب. احنا بنحارب عشان نحصل على الحاجات الصغيرة دي اللي بتحافظ وتخلينا نوصل للحاجات الكبيرة اللي احنا محتاجينها. انت مش على استعداد تبقى سعيد، غيرك على استعداد. لو انت ما كنتش على استعداد انك تقف جنب نفسك وتحارب عشان نفسك لما تبقى نفسك محتاجاك، ما تزعلش لما ما تعرفش تحقق احلامك وتوصل للي انت عايزه. سعادتك هي جزء كبير منك وهي اللي انت عايز توصل له، فلازم تحارب عشانه. لو انت دلوقتي مش قد ان انت تعيش اللحظة اللي انت فيها وتحارب عشان يومك، ما تزعلش لما المستقبل يخذلك او ما يوصلكش للي انت عايزه. استمتع بالحاجات الصغيرة اللي الحياة هتديها لك، وعيش وقدر كل لحظة بتعيشها. لو انت ما عملتش كده يبقى ما غيرك هيعمله، مش هيستناك، غيرك هيستمتع بكده. لو انت ما كنتش قد ان انت تحارب عشان احلامك، انت بتضيع فرصتك في ان انت توصل للي انت عايزه. وفي نفس الوقت كمان انت بتضيع احلامك. احلامك هي جزء من وجودك، انت تستاهل ان انت توصل لاحلامك وتستاهل ان انت تحققها. طيب وتعيش سعيد وتحل كل المشاكل. ما تخليش حد يأثر على سعيك في ان انت توصل لسعادتك وتوصل لاحلامك، لان انت وانت بس اللي هتبقى قادر تحارب الحرب دي، وانت اللي المفروض عليك ان انت تحارب الحرب دي عشان توصل لسعادتك واحلامك. ما تخليش الخوف من الفشل كمان يمنعك انك تحارب او يخليك تحس ان الحرب دي نهايتها محسومة. لا طبعا، لازم تحارب عشان توصل للي انت عايزه، لان هي الحياة كده. الحياة ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني احنا عايشناه في حتة متعبة وفيها حروب كتير عشان يوصل للي هو عايزه. يا تبقى قد الحروب دي يا ما تبقاش قد، يا تبقى قد يا ما تضيعش الفرصة. لو اعتقدت ان انت هتنجح يبقى انت هتنجح، ولو اعتقدت ان انت ما تستحقش النجاح يبقى مش هتنجح. حارب عشان الحاجة اللي بتخلي قلبك يدق بسرعة، حارب عشان الحاجة اللي انت بتعيش فيها وبتعيش ليها، حارب عشان الحاجة اللي بتديك احساس ان انت عندك امل، حارب عشان الصح. وما تخافش، وما تخافش من الندوب او الجروح اللي بتحصل بعد اي مشكلة او اي فشل او اي حاجة. انت دلوقتي دخلت حرب، وارد جدا ان انت تخرج منها بندوب، بس الندوب دي بتأهلك والجروح دي بتأهلك ان انت تبقى اقوى، بتخليك انسان. والانسان ده كان في حد قال لي قبل كده، انسى الآن. يعني عيش، ومهما تخبط دلوقتي انسى الآن، فكر في اللي جاي، عيش اللحظة بتاعتك وتعلم من اللي حصل وتعلم منه، بس ما توقفش عند ده، كمل. ومش معنى ان انت انجرحت ولا حصل الندوب دي ان انت توقف الحرب او ما تحاربش، لا، كمل حرب وعيش تاني واعمل. وكل ما انت بتحارب وكل ما انت بتتجرح، معناها ان انت انسان، معناها ان انت جواك لازم تحارب. حارب عشان الحاجة اللي انت بتحبها، والحب هيحارب عشانك. حب الحاجة اللي انت عايز توصل لها، حب البني ادم اللي انت عايز توصل له هيحارب عشانك. ما تضيعش فرصتك من ايديك.
الحياة كلها فرص، وكل ما انت بتحارب يبقى انت بتستغل الفرصة. اول ما انت تأثر في الحرب دي او تبتدي تخاف او تخلي حد يأثر عليك او تخاف من الفشل او تخاف من الجروح او الكلام ده وما تحاربش، يبقى انت كده فرصتك ضاعت وغيرك هيستمتع بيها. غيرك ما صدق مستني فرصة، فما تضيعش الفرص من ايديك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.